السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. ما زالت حادثة وفاة المؤثرة شيماء المغربية تصنع الحدث في الجزائر والمغرب وكل العالم العربي، خاصة وأن هذه المؤثرة كانت في الماضي القريب بصحة وعافية، وكانت تنشر فيديوهات يومية تكشف فيها حياتها الخاصة لعامة الناس هي وزوجها. وبين ليلة وضحاها انقلبت حياتها رأسا على عقب، وأصبحت طارحة الفراش، وشخصت بمرض فتاك لا يرحم أحد، وتوفيت في المستشفى. وكل هذا بسبب العين والحسد. والحمد لله كانت لهذه المؤثرة فرصة كبيرة للتوبة من بعض المعاصي، أين ظهرت في إحدى فيديوهاتها الأخيرة في المستشفى وهي ترتدي الحجاب وتغطي مفاتنها قبل وفاتها. فوجب على كل المعاصرين التوبة قبل فوات الأوان، لأن هذه الدنيا ساعة فلنجعلها طاعة.